لدفاعه في هذه الأثناء. محاولة عمانية في مكان خطير، البوسعيدي بالقدم اليسرى، العلوي لاعب خط الوسط، لاعب الارتكاز. عمان تسعى للوصول إلى اللقطة خطيرة، وهدف عماني. هدف عماني أول في هذا اللقاء بتسديدة مباغتة في شباك محمد العويس. يصل المنتخب العماني للهدف الأول في أحداث هذا اللقاء. سلاح الكرات الثابتة، الأخطاء الدفاعية، سمها ما شئت طبعا في اللقطة الماضية، أمام استغلال مثالي لفرصة أولى تقريبا في الشوط الثاني. عمان تتمكن من تسجيل الهدف الأول في هذه المباراة. سجل منتخب عمان على الرغم من استحواذ منتخبنا على الكرة، لكن العبرة دائما بالأهداف. مباريات الكؤوس المهم دائما النتيجة، الفرص لا تعني شيء والسيطرة. الدفاع يخترق في هذه اللقطة، مخادعة هذه اللقطة لمحمد العويس، الجدار الدفاعي، وبعد ذلك هدف أول. الكرة اللي اخترقت الدفاع واخذت طريقها نحو المرمى في شباك العويس. سجل منتخب عمان هدفه الأول على الرغم من أنه يلعب ب10 لاعبين. ردة فعل بعد اللقطة الماضية، ركلة نبية لمنتخب عمان عن طريق جميل الأحمدي، خطيرة داخل منطقة الجزاء، وهدف ثاني للمنتخب العماني. يا لها من مفاجأة، يا لها من مفاجأة. عمان تفعلها وتسجل هدف ثاني حتى ب10 لاعبين هنا أمام الأخضر. منتخب عمان ينجح في تحقيق ما كان ينظر إليه البعيد أو الكثير ما ينظر إليه بأنه شيئا بعيدا في هذا اللقاء، أن يصلوا إلى النهائي ب10 لاعبين أمام الأخضر، ولكنهم فعلوها بهذه الصورة وبهذا الأداء الجماعي العالي، بهذه القتالية، بهذا المستوى الفني الرفيع. عمان كان عندها إيمان بقدراتها، سجلوا الهدف الثاني في هذه المباراة. من كان يتوقع أن هذا يبدو بعيدا للغاية، يبدو شبه مستحيل أن يكسبوا ب10 لاعبين، لقد فعلوها. سجلوا الأول والآن يؤمنون على النتيجة بالهدف الثاني لتصبح مهمة الأخضر في غاية التعقيد، ويصبح المتبقي 5 دقائق على النهاية وأنت تحتاج إلى تسجيل هدفين أمام منتخب ضيعت العديد من الفرص. هذه كرة على حدود منطقة الجزاء، وفي الأخير تمكنوا من استغلال الهجمات وسجلوا هدفين. مصعب بينية، القحطاني داخل منطقة الجزاء، محمد يحاول بالتسديدة لكنو، جميلة الله يا كنو. العودة يا شباب، لم نخسر بعد، لم نسقط بعد، لم نخرج بعد، لا زلنا أقوياء، لا زلنا واقفين، لا زلنا نحاول ولا زلنا قادرين. كنو بتسديدة روعة في منتهى الروعة في شباك المنتخب العماني، ركنها بروعة. شوفها مرة أخرى، الله يا كنو، الله على هذه الضربة، على هذه التسديدة الجميلة، وعلى هذه العودة. هل لنا أمل؟ نعم لدينا. هل لدينا فرصة؟ نعم لدينا. هل لدينا القدرة على العودة في هذه المباراة؟ نعم. كل شيء معلق بهذا القرار. إن احتسب هذا الهدف قد تتغير مع أشياء كثيرة، ونلغي هذا الهدف فإننا على ما يبدو سينتهي المشوار في هذه المباراة، وسيودع الأخضر هذه البطولة. سننتظر ما الذي حدث في هدف كنو، لا أعلم. قرار حكم المباراة، ولماذا في الأصل فضل العودة إلى الفيديو للتأكد من هذه اللقطة مع الحكم الياباني جون بيدا والإماراتي حمد عبيد. نشوف الآن قرار حكم. نعم، هدف صحيح 100%، هدف لكنو وهدف للأخضر، وعودة بحول الله تعالى.